من بين أقبح المشاكل النفسية اللي كيتعرض لها الإنسان هو القلق الاجتماعي ولا الحشمة الزايدة اللي عند واحد النسبة كبيرة ديال الناس، اللي غالبا كيخلي الشخص منعزل وكيحشم لواحد الدرجة اللي كبيرة، ما يقدش يتأدابط مع البشر، ولا فاش كيبغي يهضر ويعبر وسط الناس كتلقاه كيبدا يترعد وقلبه كيبدا يضرب بحال غيتلوح من شي طيارة. غالبا هاد الإنسان كيدوز حياته كاملة كيخاف غير من النظرة ديال الناس ليه، وكيشوف كلشي كيطور حياته وشخصيته الا هو كيرجع للور بسبب واحد اللي هو الحشمه او ما يسمى بالرهاب الاجتماعي. تعددت الاسماء والمعنى واحد. اليوم ان شاء الله غنلقاو حل لهذا المشكل. دير سيلونس لتليفونك وحل معايا ودنيك. اول حاجه اللي خصك دير هي حيد من راسك الفكره ديال انك كتحشم، بلاص ما تبقى حاصر راسك في داك لازون ديال القلق الاجتماعي وعقلك عامر غير بالافكار السلبيه اللي كتخليك انك تفكر بلي الناس غيتاخدوا عليك نظره خايبه فاش غتبغي تهضر ولا فاش غتبغي دير شي حاجه في حياتك. حقاش خصك تكون عارف بلي كل واحد راه عايش حياته وما مسوخش ليك. داكشي علاش خصك تحيد من راسك بلي راك كتحشم وبدلها بتفكير اللي يكون ايجابي، وحط في راسك غير المواقف الزوينه اللي ممكن طيح فيها، وبشويه بشويه راه عقلك الباطن ديالك غيبدا يتيق بلي راك ما كتحشمش، وهنا راك بديتي تطبق اول خطوه. ثاني حاجه، قدر ذاتك. الله سبحانه وتعالى عطاك واحد القيمه فاش قدرك وخلقك في هذه الحياه، يعني ما عندك حتى سبب باش تبقى تطيح من راسك، وخصك تحمد الله على النعمه ديال الحياه اللي عندك. خصك تتعلم تصاحب مع راسك وتفهم راسك وتكون واعي على شكون انت، وديما طور القدرات ديالك في القرايه ولا في الخدمه ولا شي موهبه عندك مثلا الى اخره. هادشي غيخليك تعرف القيمه ديال راسك، وفوق ما غتحقق شي هدف واخا يكون بسيط غتبدا تقدر ذاتك وتعطيها واحد لا فالور. اللهم ما تضيعش هاد الحياه ديالك غير في الحشمه. ثالث حاجه واللي هي واجه الحشمه. الخوف كيتحيد بحاجه وحده اللي هي المواجهه. هادشي خصك تطبقو على الحشمه اللي فيك. خصك تجلس مع راسك وتعرف شنو نوع الحشمه اللي فيك. مثلا الا كنتي كتحشم من الهضره مع الناس خصك تخرج للواقع وتهضر مع ناس جداد. الله يجعلك تهضر غا مع مول الحانوت ولا شي راجل كبير ولا غير الكارسون ديال القهوه، المهم هو تهضر. وبشويه بشويه غتلقى راسك بديتي تخرج داك الشخص اللي فيك اللي ما كيحشمش، وحيد من راسك داك الفكره ديال لا هضرتي مع شي واحد غيبدا يشوف فيك شي شوفه ناقصه ولا غيبدا يضحك. راه هاد الافكار تافهه وماشي منطقيه. هادشي علاش خصك تتعلم تونجاجا مع الناس وكون بحال فاس فين ما مشى يحفر. رابع حاجه واللي هو المظهر ديالك. حتى هذا ما خصناش نستغنيو عليه، حقاش حتى هو عنده واحد الدور كبير على الشخصيه ديالنا. ديما تهلا في الحاله ديالك وحسن من المظهر ديالك، هكا الثقه في النفس عندك غادي تطلع وغتزيد تطلع من القيمه ديالك عند الناس. المجتمع ديالنا لما كنتيش مغلي في حالك غادي يطيح منك. هادشي راه ولا جاري فيه العمل. هادشي علاش خصك ديما تكون كتلبس حوايج نقيين وناسق الالوان وغسل سنانك وتهلا في حالتك، راه هي اللي غادي تدوم ليك في الاخر. اخر بلان واللي ما خصناش نساوه حتى هو دير داكشي اللي كتبغي. ما تبقاش تركز على الناس وتنسى راسك. دير اي حاجه كتبغيها بلا ما تسوق لهاد العالم. بدل الروتين ديالك اليومي من داك النهار اللي كان كيدوز عندك ممل ومطوع فيه على راسك لداك الروتين اللي عامر بالحاجات الزوينه اللي كتبغيهم واللي كترتاح فيهم. خصك تعيش كل ثانيه وتحس بها وتستغل الفرص اللي في هاد الدنيا اللي ما خصك تضيعهم بسبب الحشمه. هذا الفيديو درتوه حقاش ما بغيتش يبقى عند شي واحد هذا المشكل، وهادشي علاش بارطاجيت معكم هاد 5 هاد الحلول باش ما يبقاش عندكم هاد البلان ديال الحشمه. كي ديما خصك تطبق هاد البلانات باش في الاخر غتلقى واحد الريزولطا اللي مزيانه. تهلاو لي فراسكم.